الكرامات التي حدثت لإمامنا الجواد سلام الله عليه، وذلك عند احتضار الإمام الرضا. إمامنا الرضا وين؟ في خراسان. إمامنا الجواد وين؟ في المدينة. إمامنا الرضا يحتضر في خراسان، وقال لأبي الصلت: يا أبا الصلت اغلق الأبواب، أبواب الدار كلها سدها. يقول أبو الصلت: أغلقت الأبواب، والإمام في أنه حجرته الخاصة يقول: وإذا أرى في صحن الدار غلام ابن 7 سنوات ووجهه كفلقة القمر، فقلت له: من الذي أدخلك إلى الدار والباب مغلق؟ قال: على مهلك يا أبا الصلت، الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني إلى داخل الدار، أنا إمامك محمد بن علي الجواد سلام الله عليه، ابن 7 سنوات، وصار يستخدم طي الأرض. طي الأرض هاي فرد معجزة عظيمة أيها الأحبة، يعني أنه بلحظة تشوفه في مكة، لحظة ثانية في خراسان، لحظة ثانية في كربلاء، وهكذا لحظات، يعني باللحظات. وهاي الإمكانية الله سخرها لأوليائه وثبتها في القرآن الكريم. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهو آصف ابن برخية يجيب عرش بلخيس مولانا العزيز من اليمن إلى فلسطين إلى نبي الله سليمان، وعند علم من هاي المن يكونون من التبعيضية، مو كل الكتاب، لا، أهل البيت عندهم علم الكتاب. ولهذا هذا الأمر طبيعي عند الأئمة سلام الله عليهم. فهذه المعجزة الأخرى وكثير من المعاجز. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني اللي أثبت إمامته من خلال غزارة علمه، حيث تحيرت